السلام عليكم، ازيكم حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ النهارده هنعمل المحشي بطريقه حلوه جدا وخلطه جميله. معانا حله على النار نزلت بيها بالفراخ بتاعتي وقطايه وبصلايه، وهحط شويه فلفل اسود، مش هحط ملح ولا مرقه دلوقتي، وهواري بالغطا عشان البوتاجاز. وادي الخلطه بتاعتي كانت عندي في التلاجة. ومعانا الكرنب ده كان في التلاجة، وورق العنب ده كان عندي برضو في التلاجة. قلت اعمل معاكم المحشي كده على السريع، انا عامله المحشي قبل كده، هبقى انزله لكم. وادي حله احط فيها الورق العنب، ومعانا ربع من الفلفل الرومي. هحشي معاكم وحدتين كده للبنات الصغيرين الشاطرين اللي لسه مش بيعرفوا يلفوا الورق العنب او الورق الكرنب. طريقه سهله وبسيطه. وبصوا الصباع صغير ازاي وجميل وممسوك، يعني ماسكه حلوه، ما بيتفكش ولا حاجه. عايزه اقول لكم ان طريقه المحشي ديت كانت مختلفه عن بواقي الطريقه اللي انا عملتها قبل كده. هبقى انزلها معاكم وابقى اعمل بعد كده محشي وهوريكم طريقه حلوه جدا عرفتها من واحده صاحبتي، احلى بكتير من اللي انا الخلطه اللي كنت بعملها قبل كده. ده بقى ورق العنب. بصوا ورق العنب بتلف ازاي، طريقه برضو سهله وبسيطه. بتلف كده من الجنب، الحته الخشنه من جوه والحته الناعمه من بره. بصوا الصباع صغنون ازاي وملفوف وجميل. باجي كده من عند الطرف وبتنيها كده حته صغيره، وبحط فيها حبه الرز بتاعي ما يبقاش كتير، وبلفها كده بطريقه اللفه دي ما بتتنيها كده من على بعضها بتسهل معاكي في طريقه اللف. تمام. هحشي بقى الكميه كلها وهاجي اوريكم في الاخر. ده كان شكل الكميه. ده ورق العنب، حطيت عليه ده الكرنب، حطيت عليه قوطة وفلفل وليمون. وهحط الشوربة بتاعتي لحد ما يبقى فين بقى، لحد ما يبقى عند الصباع اللي قبل الاخير. يعني ممكن تشربيه كده للاخر بس مش للاخر قوي، يعني للبنات برضو الصغيرين الشاطرين اللي لسه مش بيعرفوا يسوي المحشي كويس. وبحط شوية زيت كده عشان الزيت يديله طعم معايا ويديله لمعة. وبهزز كده الحلة، بهزها علشان خاطر كل الشوربة تنزل في جميع الجوانب وايه من تحت كده في القعر بتاع الحلة، عشان ما يبقاش حتة نية وحتة مستوية. وبرضو برش شوية الزيت على الوش عشان تديني لمعة حلوة كده للمحشي بتاعي. بغطي الحلة وهسيبها طبعا على النار لحد ما تشرب ميتها زي الرز، وبعد كده بوطي عليه زي الرز، بيستوي زي الرز. تمام. وادي بقى ده الشكل الاخير بعد ما طلع الكرنب معايا مستوي ومفلفل. شايفين؟ ما شاء الله، الله اكبر، اللهم بارك. وريحته كانت قلبة البيت كله والله العظيم. بصوا لسه منزلاه من على الحله. المحشي ما بتاكلش غير ايه، غير كده اما ينزل من على النار. شايفين؟ زي العسل والله العظيم. كان حكايه 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 حكايه. وده شكل الفلفل كان بسيط معانا المره دي، بس المحشي ما بيحلاش غير بالفلفل الصراحة يعني. وادي ورق العنب بتاعي، جبت برضو طبق ونزلته. بصوا مفيش حاجة لازقة ولا حاجة لازقة في القعر ولا اي حاجة خالص، زي الفل ولسه ننزل من على النار. عفوا بقى للدخان اللي طالع في الكاميرا، بس انا بحب اكله وهو سخن كده يعني. شايفين؟ زي الفل. والليمون كمان مديله طعم كده مزازة، لان اصلا ورق العنب بطبيعته بيبقى مزز يعني. بصوا الصباع صغنن قد عقلة الصباع، تحفة والله العظيم، طعم وريحة وشكل وكل حاجة. ده بقى كان الشكل الاخير بتاعي. غرفت كده في الاطباق، حبيت اوريكم الشكل النهائي. ده كان شكل الكرنب بتاعي، وده كان منظره، وكان مستوي جدا ومفلفل. انا كل شويه اخد صباع في صباع يعني، متهيألي خلصته قبل ما نروح ناكل. وده كان شكل الفلفل بتاعي. ده كان ربع كيلو من الفلفل كده، وما خدش برضو وقت في التعبيه، ما بياخدش وقت وما بياخدش معاك رز كتير. ده كان شكل الاكل بتاعي. انا حاطه فيديوهات كتير اسفل الفيديو، اتمنى ان انتوا تخشوا تتابعوني وتشوفوها. القناة بتاعتي اسمها كله بيتي، هتعجبك جدا.
اتمنى ان انتوا تخشوا تشوفوا الفيديوهات بتاعي وتكتبوا لي تعليق حلو منكم. وربنا يصلح يا رب حالنا وحالكم. كنت عايزه اقول لكم ان ده دبس رمان. دبس رمان دوت بيدي طعم حلو جدا للورق العنب. حطيت منه حبه في الخلطه، والخلطه هبقى انزلها لكم في فيديو جديد. والسلام عليكم.